بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد معانا على قناه كينج بيسو. والنهارده هنتكلم مع بعض عن برنامج ابلكيشن ماي اتصالات. دلوقتي ابلكيشن ماي اتصالات بقى بيتحكم في كل حاجه في الخط، وبنقدر ان احنا نعمل بيه كل حاجه. تمام. لكن في النهارده انا هكلمكم على تحديث جديد كده او حاجه جديده كده عملوها في الابلكيشن. لو انت ما خدتش بالك ممكن تكلفك فلوس من غير ما تحس، وغلطه ممكن يقع فيها اي حد من غير ما ياخد باله. طيب ايه هي الغلطه دي؟ الغلطه دي هي ان انت بعد ما الباقه بتخلص زي ما انتم شايفين بتدخل عشان تعمل باقه اضافيه. تعالوا نخش كده على الاداره. تمام. فبتعمل شراء باقات اضافيه. تمام. زي ما انتم شايفين كان الاول بنخش على الباقات الاضافيه الجيجات الاضافيه دي كانت فوق، والباقات الاضافيه المتجدده دي كانت تحت. فكنت انت بتختار، مالكش دعوه انت باللي تحت، بتختار الباقه الاضافيه. تمام. واللي هي اللي فوق دي 25 100 زي ما تحب، بتقوم مثلا معلم عليها كده وعامل اشتراك، خلصت الدنيا والباقه دخلت لك. تمام. دلوقتي بقى غيروا النظام، خلوا الباقات المتجدده هي اللي فوق والباقات الاضافيه هي اللي تحت. ده معناته ان انت لو دخلت دلوقتي ورحت مختار باقه اضافيه متجدده، تمام، ودوست على اشتراك، ان انت كل شهر هتضاف لك باقه متجدده بالسعر ده. ده معناته ان انت سواء كنت محتاج الباقه دي او مش محتاجها، تمام، الباقه دي هتضاف للشهر بتاعك وهتلاقيك بتصرف. طيب افرض، تمام، افرض بقى انت ما خلصتش رصيد الباقه الاضافيه معاك. الخدعه هنا في ايه؟ الخدعه هنا ان انت متعود ان انت تشترك عن طريق الخانات اللي فوق، فهم نقلوا اللي تحت فوق، فانت ممكن من غير ما تاخد بالك تضغط على اي باقه من دول وتقوم مشترك فيها وتبقى اشتركت فيها، وده خطأ وقع فيه ناس كتير. تمام. طيب لو عملت الباقه الاضافيه، حاول بقى ان انت تخلص الباقه وتستفيد بالباقه الاضافيه، وبعدين تتصل بخدمه العملاء تلغيها، او تحاول تلغيها من الابلكيشن لو ما عرفتش تلغيها من خدمه العملاء. تمام. علشان تبقى انت مسيطر على الاكونت بتاعك ومش مضطر ان انت تجدد الباقه. لان طبعا احنا لما بنستخدم الباقه بتاعتنا اللي هي العاديه، الكوتا العاديه، بنبقى مش عارفين احنا هنستخدمها قد ايه. يعني مثلا بيبقى فاضل 4 ايام على تجديد الباقه، فاضل 10 ايام. لو فاضل مثلا 15 يوم هجدد ب 100. طب افرض فاضل 7 ايام يبقى هجدد مثلا ب 50. طب فاضل مثلا يومين مثلا هجدد 5 جيجا بس. يبقى انا ليه احكم نفسي بباقه معينه كل شهر، في حين ان انا الباقه الاضافيه دي ممكن اختارها زي ما انا عايز على حسب اللي فاضل معايا من الشهر. تمام. طبعا ايه، انا قلت انبهكم للنقطه دي علشان ده تجديد حصل في اخر تحديثين للابلكيشن، علشان قبل ما، لو انت متعود ان انت تخش على طول تعمل الباقه الاضافيه من اول حاجه، تاخد بالك ان الباقه الاضافيه المتجدده حاجه والباقه الاضافيه حاجه تانية خالص. طبعا وما تنساش ان ده حصل في اخر تحديث او اخر تحديثين 3 لماي اتصالات. تمام. انا قلت انبهكم. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، وتابعوا معانا القناه ويا ريت تشتركوا فيها عشان تتابعوا كل جديد معانا. كان معاكم محمد البسويني من قناه كينج بيسو. شكرا ليكم، سلام عليكم.